بلاغ هام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل المغاربة اللي باغيين يستافدوا من آمو الشامل. الناس اللي عندهم المؤشر فوق 9.32 وباغيين يستافدوا من آمو يشاهدوا هذا الفيديو هذا ويبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. والناس كذلك اللي كانوا كيستافدوا من آمو تضامن وتوقفت لهم التغطية الصحية آمو تضامن لأنهم عندهم المؤشر طالع، حتى هما يشاهدوا هذا الفيديو باش يستافدوا من آمو الشامل. خليكم معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. تحية طيبة للجميع. الناس اللي عندهم المؤشر فوق 9.32 وباغي يستافدوا من التغطية الصحية آمو، شنو خصهم يعملوا؟ كثير من الناس كيتسالوا كيطرحوا عليا اسئله في الخاص، كيقول لك كان عندهم الرميد وتحاولوا باش يستافدوا من التغطية الصحية آمو ومن بعد ما تسجلوا في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، جاهم المؤشر فوق العتبه اللي حددتها الحكومه باش يستافدوا من آمو التضامن مجانا اللي هي 9.32. دابا الضمان الاجتماعي عمل واحد آمو الشامل. هذا آمو الشامل خاص بالناس اللي عندهم العتبه، الناس اللي عندهم المؤشر فوق 9.32 وباغيين يستافدوا من آمو، ما عليهم الا انهم يمشيو يتسجلوا في منصه ديال الضمان الاجتماعي اللي هي www.massinesis.ma ويملؤوا واحد الاستماره باش يستافدوا من هذا آمو الشامل. ولكن اخوتي هذا آمو الشامل يعني غادي تخلص واحد المقدار اللي هو قليل على حساب المؤشر اللي عندك. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم وباش نشرح لكم مزيان، غادي نقرا لكم اول حاجه هذا البلاغ هذا باش كلشي يفهم معنا. خليكم اخوتي ونتلاقاو من بعد ما نقراو هذا البلاغ. بلاغ صحفي. التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على أداء الاشتراكات ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام آمو الشامل انطلاقا من فاتح يناير 2024، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 60/22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذا النظام شريطة أن. المهم أخوتي قبل ما ندخلوا في الشروط خليني نشرحكم نقطة بنقطة باش كل شيء يفهم معنا. المهم أخوتي هنا كيقول لك الأشخاص الذين لا يزاولون أو يزاولون نشاط مأجور، يعني إما يكونوا كيزاولوا واحد النشاط مأجور أو غير مأجور، والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يعني الناس اللي قادرين يخلصوا واجبات الاشتراك، ماشي الناس الغير القادرين، الناس اللي عندهم يعني القدرة باش يخلصوا واجبات ديال الاشتراك. دابا خوتي غادي نتعرفوا على الشروط من أجل الاستفادة من آمو الشامل. المهم أخوتي أول شرط هو أن يكونوا مسجلين هم وذريتهم بالسجل الاجتماعي الموحد، ضروري خصهم يكونوا مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد. الشرط الثاني أن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المعتمدة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك آمو تضامن. يعني أخوتي الشرط الثاني خصو يكون عندهم المؤشر فوق العتبة اللي حددت الحكومة، الناس اللي كيستافدوا من آمو التضامن مجانا اللي هي 9.32 خصو يكون عندهم فوق 9.32. الشرط الثالث أن يكونوا ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية، يعني ما يكونوش كيستافدوا بشي تغطية صحية كيف ما كانت. وللاستفادة من خدمات هذا النظام يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر تقديم طلبهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية www.massinesis.ma من خلال ملء استمارة المعدة لهذا الغرض بالمعلومات التالية. أول حاجة رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو رقم بطاقة الإقامة.
2 المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. 3 رقم التعريف البنكي اللي هو الريب. 4 الرقم ديال الهاتف. 5 البريد الإلكتروني في حالة توفره، ومعلومات أخرى. بعد التوصل بطلب الاستفادة الذي تم ملئه على مستوى البوابة السالفة الذكر والتأكد من استيفائه للشروط المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب وإخباره بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، ووضع رهن إشارته المعطيات اللازمة لتمكينه من الولوج لفضائه الخاص بهذه البوابة، إضافة إلى شهادة تثبت تسجيله وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق. ويحدد مبلغ الاشتراك حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد، ويؤدى هذا المبلغ شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق عبر اقتطاع البنكي من الحساب المدلى به خلال مرحلة تسجيل بالبوابة www.massinesis.ma. وفي الأخير لا بد منا الإشارة إلى أن فتح الحق في الاستفادة من هذا النظام مرتبط بأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة. المهم أخوتي أنا غادي نشرحكم شنو كيقول هذا البلاغ هذا. بعد ما غادي تملأ ديك الاستمارة في البوابة الإلكترونية massinesis.ma، غادي توصل واحد الإشعار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيخبرك باللي نتينا راك تسجلتي في آمو الشامل. وللإشارة أخوتي باش تستافد من آمو الشامل خصك ضروري تخلص كل شهر، يعني إذا توقفتي غير شهر واحد ما يمكنلكش تستافد من التغطية الصحية. يعني إذا بغيتي تستافد من التغطية آمو الشامل خصك تخلص كل شهر. مثلا واحد الشهر ما خلصتيش قلتي تا الشهر اللي ما يجي ونخلص، خصك تخلص ديك الساعة الشهر اللي نتينا غادي تخلصو والشهر اللي قبل منه، يعني الشهر اللي ما خلصتيش تا هو خصك تخلصو باش تستافد من آمو الشامل. المهم اخوتي هذا هو البلاغ اللي خرج به الضمان الاجتماعي. الناس اللي عندهم المؤشر فوق 9.32 وباغيين يستافدوا من آمو الشامل ما عليهم الا انهم يتسجلوا اذا كانت كتوفر فيهم هاد الشروط اللي ذكرناه في هذا البلاغ. في النهايه ديال الفيديو خوتي كنتمنى تخلوا لي الاراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.